النص التشريعي يحرم إعانة الظالمين. مكة انتهى عهدها يوم هجرها أمير المؤمنين للكوفة، وخروج الإمام الحسين في مراسم الحج للكوفة ثم لكربلاء، لتكون أرض بكة قبلة الحج والعمرة. لذلك النص يحرم الحج والعمرة بالإسناد لإعانة الظالمين وهجرة المعصوم منها. نقولها بقوة شمس الحقيقة حين فشل علماء الشيعة القابعين في دهاليز المال السحت. لذلك نستعد للخروج المبارك ونحن بكامل الجهوزية لفهم التشريع الجديد، وهو حق محمد وآل محمد في الدين الإسلامي الحقيقي، وهو جوهر الدين الجامع لكل الأديان السماوية.